طبعا شلال، تعال ناخده لفة ازاي الشلالات وانواعها وتصنيعها بالكامل. طبعا الشلالات يا جماعة في منها بيتعامل من البوليستر زي اللي مصوره لك بالظبط، ده بوليستر عادي. طبعا في منه بيتعامل يدوي، طبعا بس صعب جدا للناس اللي ملهاش في النحت وكده، فبتضطر ان انت تعمل اسطمبة. طبعا حلو جدا، الاسطمبة سهلة جدا، هوريك تعمل ازاي تصنيعه بالكامل. طبعا بطريقة بسيطة وحلوة جدا من البوليستر، من الكونكريت، من الاسمنت الابيض. ما بينفعش بين الجبس نهائي عشان الجبس بيمص المية، ما ينفعش الجبس هيبوش يا جماعة من المية. طبعا في طريقة برضو بالفوم. كله في الاسطمبة، ازاي انت تحط المادة في الاسطمبة البوليستر او اي مادة تانية، وهتلفها زي اكنك بتعمل تحفة عادية وبتطلع معاك الشلال. طبعا ده موتور بيسحب المية وبيرجعها تاني. قصة الكريستالة من فوق دي برضو هتتباع، عايز تعملها عمولة من البوليستر الشفاف تتعمل. طبعا طريقة عمله بسيطة جدا وسهلة وأي الناس اللي حد تسأل يعملها. الشلال ده يا جماعة بيتباع ب1000 جنيه طبعا، تكلفته رخيصة جدا وحلوة جدا. ولو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة.